الراجل ده نام جوه الشجرة لمدة 50 سنة، نص جسمه كان محبوس جوه الشجرة والنص التاني كان بره بشكل غريب. وفجأة الراجل صحي من نومه اللي كان فيه لسنين طويلة وصرخ بصوت عالي لدرجة إن الناس اللي كانوا قريبين جريوا بسرعة وهم مرعوبين. بعدين الراجل المسكين اللي عايش جوه الشجرة طلب منهم يساعدوه. واحد منهم اتشجع وقرب منه وده خلاه يكتشف حاجة غريبة جوه جذع الشجرة. وفجأة الراجل العجوز مسكه: هكمل لك اللي حصل بس ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك. بعدين العجوز قال له: أنا حاسس بألم فظيع، وطلب منهم يخلصوه بسرعة، لكن ما كانش في واحد فيهم عنده الجرأة اللي تخليه يعمل كده. بس فكروا يدوله دواء من مستودع كان قريب منهم علشان يخفف عنه. ولما رجعوا له مرة تانية لقوا الراجل العجوز بطل يتنفس. في اللحظة دي واحد منهم لاحظ حاجة غريبة في ايد العجوز، ولما رفع ايده لقوا دراعه متغطي بعدد كبير من اثار الحقن، وكان في زجاجة غريبة على الارض. الجزء التاني من هنا